تستمعون الآن إلى برنامج معا ننهض مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامج معا ننهض، والحلقة بعنوان مقومات التصور الإسلامي، وفي الحلقة الثالثة بإذن الله تعالى. ولا زلنا مع المحور الأول من محاور التصور الإسلامي التي ذكرناها في بداية الحلقات، وهي المقوم الأول مقوم الحق، وهو الله جل جلاله، وهو أول مقوم تقوم عليه فكرة أو العقيدة الإسلامية والتصورات الإسلامية. وبقية المقومات ما هي إلا مكملات، وهي عبارة عن فروع لهذا التصور الأساسي حول وجود الله سبحانه وتعالى. ثم نتحدث بعد ذلك عن المحور الثاني وهو محور الخلق، ثم محور الرسالة والكتاب، وهو عبارة عن مسيرة الإنسان المحكومة بكتاب الله ضمن منظور الاستخلاف الإسلامي. وهنا تصور كبير جدا حول طبيعة الاستخلاف وطبيعة التمكين وطبيعة الكتاب الذي يكون حاكما على التصورات وحاكما على السلوك البشري، ما هو صحيح منه وما هو خاطئ. ثم بعد ذلك المحور الرابع وهو محور المصير إلى الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة والحساب وما فيها من جنة ونار. وتحدثنا في الحلقتين السابقتين عن وجود الله سبحانه وتعالى، وظللنا نتحدث عن هذا الأمر وفق الأدلة الفطرية. وكنا قد تحدثنا عن دليل الفطرة باعتباره أقوى الأدلة وأكبر الأدلة التي يصعب على الإنسان مقاومتها، لأنها تتأسس على مقدمات ضرورية يصعب على الإنسان أن يتنكر لها أو أن لا يقر بها، بل هي تقتحمه اقتحاما فلا يستطيع إلا التسليم بوجودها والإقرار بحقيقتها. هذا تقريبا كان المحور الأول حول الأدلة، وسنكتفي إن شاء الله في موضوع الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى بهذين الأمرين. الدليل الأول هو دليل الفطرة، والدليل الثاني هو ما سنتناوله اليوم إن شاء الله، وهو دليل العقل. دليل العقل، وسواء كان دليل العقل أو كان دليل الفطرة أو غيرها من الأدلة التي يتناولها علماء الإسلام أو علماء ما يسمون بعلماء التوحيد وعلماء الكلام، الذين يتناولون هذا الجانب على وجه التحديد في مجادلاتهم مع غير المسلمين أو مع من لا يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى، كلها تنقسم عندهم الأدلة بشكل عام إلى نوعين من الأدلة التي تسمى الأدلة السمعية والأدلة العقلية، وهنالك دليل الفطرة كما ذكرت. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يحاول أن يجعلها جميعا تحت مسمى الأدلة الشرعية. فدليل الفطرة في نظره دليل شرعي، ودليل العقل في نظره أيضا دليل شرعي، ودليل السمع وهو دليل الوحي أيضا دليل شرعي. إذن كلها نحن في كل حلقاتنا في حقيقة الأمر لا نخرج عن الأدلة الشرعية في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. فالعقل بالنسبة للتصور الإسلامي هو أحد الأدلة المعتمدة شرعا، والفطرة أحد الأدلة المعتمدة شرعا، وهكذا. وهو المراد تقريبا بمراد شيخ الإسلام ابن تيمية في أنها جميعا تندرج تحت مسمى الأدلة السمعية. نتناول اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى موضوع الدليل العقلي وقدرة العقل على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، مع أننا أكدنا في الحلقات السابقة بأن وجود الله سبحانه وتعالى هو وجودا فطريا يؤمن بها الإنسان أو يجد الإنسان أثرها في نفسه وكونها حقيقة في نفسه. لكنه مع ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا منافاة بين كون الشيء يعلم بالبديهة والفطرة والضرورة ومع ذلك تكون عليه أدلة. يقول لا منافاة، يعني يمكن للشيء أن يكون
معلوما بالضرورة ومعلوم بالبداهة ومسلمة من المسلمات، ولكن مع ذلك يمكن أن تقام عليه الأدلة. ومسألة الأدلة العقلية قبل أن ندخل إليها إن شاء الله لا بد أن نقدم لها بمقدمات 4، خاصة في طريقة الإسلام أو طريقة القرآن الكريم في الارتكاز إلى هذا النوع من الأدلة. يعني القرآن الكريم يرتكز بشكل كبير في قضية وجود الله سبحانه وتعالى والإقرار به على ما نسميه الآن بالأدلة العقلية. يعني تجد القرآن يناقشك بالأدلة العقلية، ولذلك بعض الناس عندما تستدل له مثلا بآية قرآنية متضمنة لدليل عقلي يقول لك أنا لا أؤمن بالقرآن، لا تستدل عليه بالقرآن. في حقيقة الأمر نحن لا نستدل عليك بالقرآن، ولكن نستدل عليك بالدليل العقلي المتضمن في القرآن الكريم، وليس هذا معيب. يعني ليس من حقك أن تعترض علينا بأن نأتي بأدلة عقلية من قرآننا ومن كتابنا، وهو أقوى أنواع الأدلة، لأن هذا هو صاحب الكلام، أن الله سبحانه وتعالى المستدل عليه هو صاحب الكلام، وطريقته أنفع الطرق بطبيعة الحال، يعني أنفع من كل الطرق التي يمكن أن نذهب إليها. فالنقطة الأولى في طريقة القرآن، أو 4 ملاحظات تقريبا فيما يتعلق بطريقة القرآن في نمط الأدلة العقلية. المسألة الأولى أو النقطة الأولى التي يعني يمكن أن نقولها حول هذا الدليل، أن القرآن الكريم وهو يستدل بالأدلة العقلية نجد أن الأدوات العقلية التي مبثوثة في الوحي هي تتسم بالسهولة وباليسر وبالوضوح وقربها من المآخذ والإيجاز، يعني قريبة من الشيء الذي تريد أن تتحدث عنه، وفي نفس الوقت موجزة وموافقة للفطرة. هذه أهم قضية بالنسبة للاستدلال العقلي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله سبحانه وتعالى الذي يخاطب هذا الإنسان هو خلق الإنسان ويعرف النقاط المؤثرة فيه والنقاط القريبة من فطرته والنقاط القوية في الاستدلال العقلي عليه، وبأقرب الطرق وبأيسرها، لأن الله سبحانه وتعالى هو الأعلم والأقدر والذي يعلم خفايا هذه النفس البشرية. فهي أنفع الأدوات العقلية، يعني تقريبا هي أنفع الأدوات العقلية. يقول ابن رشد عليه رحمة الله عن سير الأدلة الشرعية، يقول الطرق الشرعية إذا تؤملت، يعني إذا تأملها الإنسان، وجدت في الأكثر قد جمعت بين وصفين أساسيين. الأول أنها يقينية، يعني الاستدلالات العقلية في القرآن الكريم، الاستدلالات العقلية في الوحي المنزل هي استدلالات يقينية لا يتطرق إليها الشك، هذه مسألة واحدة. النقطة الثانية أنها بسيطة وغير مركبة ولا تعتمد على مقدمات طويلة حتى تذهب بالإنسان يعني ما إلى جوانب ليست مطلوبة في الاستدلال. فهو يقول أن الأدلة الشرعية، يقول إن الأدلة الشرعية يقينية وفي نفس الوقت بسيطة غير مركبة قليلة المقدمات. النقطة الثانية أو الملاحظة الثانية في موضوع الأدلة العقلية في القرآن الكريم أنها أدلة متكاثرة كثيرة ومتنوعة، يعني تدخل مداخل متنوعة، بما أنها تخاطب العقل البشري وتخاطب الفطرة الإنسانية فإنها تدخل عليه من مناطق مختلفة. ولذلك يصح بهذا الاعتبار القول بأن لله طرائق بعدد أنفاس الخلائق، يعني الذين قالوا بأنك إذا أردت الوصول إلى الله فقد جعل الله طرق الوصول إليه من حيث المعرفة بعدد أفراد الخلق، يعني يمكن لكل مكلف أن يكون له طريق في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى من حيث المعرفة، من حيث المعرفة اليقينية التي تؤدي به إلى الله سبحانه وتعالى، أيا كانت معرفة عقلية، معرفة فطرية، معرفة كشفية، معرفة على كل أيا كان أنواع المعارف، لكن كلها تؤدي إلى وجود الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن تيمية عليه رحمة الله السبب في هذا النوع من التعدد والتكاثر أو كثرة الأدلة كلما كان الناس أحوج إلى معرفة شيء من الأشياء، يقول ابن تيمية كلما كان الناس أحوج إلى معرفة شيء من الأشياء فإن الله يوسع عليهم دلائل معرفته، فلما كان الناس بحاجة إلى معرفة الله وسع الله في دلائل معرفته، ولما كان الناس بحاجة إلى معرفة النبوات وسع الله لهم في وسائل معرفة النبوات، ولما كان الناس كذلك بحاجة إلى معرفة دلائل النبوة ودلائل الرسالة والعلم بقدرة الله والعلم بصفاته كان ذلك من الدلائل ما هو
منتشر ومبثوث. إذا نحن نلاحظ في الأدلة العقلية في القرآن الكريم وخاصة في المرحلة المكية نلاحظ بأن هنالك 4 محاور ركزت عليها تقريبا آيات السور المكية: معرفة الله ودلائله، معرفة النبوة ودلائلها والرسالة والكتاب، معرفة الآخرة ودلائلها، معرفة الأحكام الكلية والقيم والأصول العامة للتنزيل الحكيم. هذه تقريبا 4 قضايا ركز فيها القرآن المكي. وإذا استحضرنا أحد مكونات الدلالة العقلية أو أحد مكوني الدلالة العقلية فإن دلالة الأثر على المؤثر، فالوحي يدل على الخلق باعتباره أنه من آثار الخالق. هنا نلاحظ أن مسألة الدلالات العقلية غالبا سنلاحظ أنها ترتكز على مسألة الخلق، باعتبار أن مسألة الأثر والمؤثر هي التي يعتمد عليها العقل، السبب والمسبب، المقدمات والنتائج. يعني هذه تقريبا القضايا العقلية التي يركز عليها القرآن الكريم. ثالثا، النقطة الثالثة، نلاحظ أن عامة المعالجات القرآنية لقضية الاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى نجد أنه مثلا القرآن الكريم في كثير من آياته لا يذهب بك لأن يقول لك أن الله موجود، بل تجد أن القرآن الكريم طريقته هي طريقة الاستدلال بما يسمى بقياس الأولى أو بما يسمى استدلال بالتضمن على سبيل التضمن. بمعنى الله سبحانه وتعالى يتحدث عن ربوبيته ويتحدث عن علمه وعن قدرته وعن خلقه وعن تدبيره، عن خلق الله للكون وعن تدبير الله سبحانه. هذه القضايا كلها، أن الله حي، أن الله رقيب، أن الله يخلق، أن الله يحيي، أن الله يميت، أن الله متصف بصفات الكمال والجلال والعظمة. فلما تجد أن الآيات تتكلم عن هذه القضايا متضمنة دون أن يقول لك الله سبحانه وتعالى متضمنة وجوده، فلا يمكن أن يتكلم الله سبحانه وتعالى عن أنه الملك المحيي المميت المدبر الخالق وهو غير موجود. فهذا يسمى دليل قياس الأولى. إذا كان الله وصف نفسه بأنه حي معنى ذلك أنه موجود، لأن الوجود مقدم بطبيعة الحال عن مسألة الصفات الأخرى. ولذلك الله سبحانه وتعالى مثلا عندما يقول قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، لاحظ هنا الآن استدلال فيه نوع من التضمن، يعني يتحدث عن ربوبيته سبحانه وتعالى وأنه رب لكل الناس ورب لكل الأشياء ورب للعوالم كلها. فمعنى ذلك يتكلم عن كونه رب وعن كون فيه له الملك وله الخلق وله التدبير. هذا بداهة فيه دليل الوجود. وكل ذلك لأن مسألة وجود الله سبحانه وتعالى مسألة فطرية قائمة بالنفس البشرية. النقطة الرابعة من الملاحظات حول دليل الوحي أو دليل استدلالات الوحي بقضية العقل هو أن الوحي في استدلالاته العقلية وفي تناوله لقضية الاستدلال العقلي يعود بك إلى استثارة الفطرة، باعتبار أن الدليل المركزي في وجود الله سبحانه وتعالى هو هذا الذي فطر الله الناس عليه، هو أنهم يعترفون في دواخلهم بأن لهم خالق. ألست بربكم قالوا بلى، كما ذكرنا في الحلقات السابقة. وهنا نلاحظ أن الوحي يستثير المكون الفطري والتذكير به دائما، هو يستدل لك على الاستدلالات العقلية ليعيدك إلى أصل الفطرة. وهنا نلاحظ دائما القرآن في المرحلة المكية يتكلم عن قضية معنى التذكير، وأنه كتاب تذكير وأنه كتاب ذكر. لماذا؟ لأنه يريد أن يعود بالناس إلى فطرتهم. إذا عادوا إلى فطرتهم فإن الفطرة تتوافق بعد ذلك مع تشريعات الله سبحانه وتعالى. هنا نأتي إلى مسألة المكونات العقلية التي يرتكز إليها دليل العقل. يقوم الدليل العقلي أساسا على مكونين. المكون الأول هو ما ذكرناه سابقا في حلقاتنا الماضية حول المقدمات الفطرية الضرورية. ذكرنا بأن هنالك مقدمات عقلية ضرورية لا بد منها، قضية السبب والمسبب والأثر والمؤثر. هذه القضايا التي ذكرناها باعتبار أنها مسلمات أو بديهيات لا يمكن للإنسان إلا أن يقر بها. فمبدأ السببية ووجود الشيء بعد عدمه كل ذلك يقتضي عموما مقدمات فطرية وبديهية. المكون الثاني هو مسألة الملاحظة والحس. لاحظ هنا
لما نريد نحن أن نستخدم الأدلة العقلية على وجود الله نستند إلى مكونين أساسيين في العقل. المكون الأول هو المقدمات الفطرية التي تعود إليها كل العلوم، والتي بدونها لا يمكن أن يستقيم أي علم من العلوم ولا يستقيم أي استدلال من الاستدلالات. وهذه المقدمات العقلية المنطقية الأولية ترتكز إليها كل الأسس العلمية، كل الاستنتاجات، كل الاستقراءات تستند إلى هذا النوع من المقدمات التي لا بد منها. النوع الثاني من المقدمات أو من المكونات العقلية هو مسألة الملاحظة والحس، حيث إن العقل الله سبحانه وتعالى أعطى هذا الإنسان الحواس الخمس، اللي هو السمع والبصر واللمس والشم والذوق. هذه الحواس حيث نلاحظ بأنها تلتقط الصور والمظاهر التي أمامها. فالعين تلتقط عن طريق حاسة البصر، تلتقط تقريبا صور معينة، السمع يلتقط أصوات معينة، اللمس يلتقط أيضا شيء معين، الذوق كذلك من خلاله يأتي على كل هذه الحواس تلتقط ما تختص به. ثم بعد ذلك يدخل العقل باعتباره أداة من أدوات التحليل، يعني كل هذه القضايا يستوعبها العقل ويدركها ويحولها بعد ذلك إلى حالة استدلال واستنتاج. هذه طريقة عموما عمل العقل فيما يتعلق بالاستدلال. وهنا طبعا تأتي قضية ثمرة الاستنتاج العقلي والاستدلال العقلي، في أنه يجمع ما بين الحس وما بين الإدراك العقلي فينتج لنا عموما معارف عقلية. كونوا معنا إن شاء الله، سنخرج فاصل ونعود. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج معا ننهض مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مشاهدون المعزون المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل إن شاء الله في حلقتنا حول مسألة الدليل العقلي على وجود الله سبحانه وتعالى. ويبقى هنالك سؤال مهم جدا، وهو: هل يمكن الاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى بالعقل؟ هل يمكن أن نستدل على وجود الله بالعقل؟ وهنا دعونا نقول بأن مسألة الحالة المعرفية بشكل عام، أو قضية المعارف، نظريات المعرفة، ذكرنا في بدايات الحلقات بأنه ربما وصلت في أوروبا مشكلة المعارف إلى خطوات على كل نحت في البداية، أو كانت في البداية تعترف بالوحي، ثم نحت الوحي، ثم اعتمدت على العقل، ثم نحت العقل، ثم اعتمدت بعد ذلك على الحواس، وهكذا.
ولكن عموما يمكن أن نقول بأن مسألة الذين يعني يقفون من هذا التساؤل موقفا إيجابا أو سلبي يمكن أن نصنفهم إلى 4 أصناف. يعني الذين يقولون بأن هذا السؤال سؤال هل يمكن أن نثبت وجود الله بالعقل، هنالك 4 مذاهب، هنالك 3 مذاهب تقريبا وليس 4، 3 مذاهب. المذهب الأول ومذهب القائلين بأن العقل يمكن أن يكون دليلا أو دالا على وجود الله سبحانه وتعالى، وليس هذا من يقول ذلك فقط أهل الإسلام، بل كثير من الخلق يقولون بأنه العقل بطبيعته الإدراكية يمكن أن يكون دليلا على وجود الله سبحانه وتعالى. فهذا على كل مذهب واسع، وإليه طبعا تنتمي المنظومة الإسلامية، بأن العقل الذي وهبه الله سبحانه وتعالى للإنسان فهو دليل عليه، دليل على الخالق جل جلاله. وهنالك الذين قالوا بأن العقل لا يدل بأي شكل من الأشكال على أن يكون دليلا على وجود الله سبحانه وتعالى، لأن حصروا طبعا المدركات العقلية في ما ليس في القضايا الغيبية، قضايا الغيب وقضايا ما يسمونه بالميتافيزيقا، هذا لا يدخل عندهم في المدركات العقلية، وبالتالي يقولون لا يمكن أن نثبت وجود الله بالعقل. ولذلك هؤلاء يصعب عليهم بعدها طبعا الخروج عن دائرة الفطرة. يعني هم قد يقولوا بأن والله لا نستطيع أن نثبت الله بالحواس ولا نستطيع أن نثبته بالعقل، لكن يبقى التحدي الأكبر، وكما ذكرت أن المرتكز الكبير جدا الذي يصعب على النفس البشرية مهما حاولت أن تجحد وجود الله، لكن يبقى في النفس البشرية هنالك شيء مؤلم جدا أن تنكر وجود الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالظلم والعلو هو الذي يمنع الإنسان من الاعتراف بهذا النوع الفطري، هذه البديهيات الفطرية. النوع الثالث أو المذهب الثالث هو مذهب المترددين، الذين يقولون والله لا نستطيع أن نقول أن العقل يثبت أو لا يثبت، ربما يثبت وربما لا يثبت، فهؤلاء على كل طائفة ثالثة. وبما أن نحن الآن ممن نقول كمسلمين على الأقل نقول بأن العقل من أكبر العوامل أو من أهم العوامل التي تدخل في مسألة الإثبات على وجود الله سبحانه وتعالى. والذي يوضح إمكانية التوصل إلى معرفة الله بالعقل هو أن الموجودات لا تخرج على نوعين. يعني نحن عندما نقول بأن العقل يمكن أن يكون مثبتا لوجود الله سبحانه وتعالى، فهنا نقول بأن الموجودات كلها أو الحقائق لا تخرج عن نوعين من الموجودات، إما أنها موجودات محسوسة، وإما أنها موجودات غائبة عنا. واحد من الاثنين. المحسوس يمكن إدراكه بالحواس، فما هو يمكن أن نراه نقول نثبته بالرؤية وبالبصر، وما نسمعه نقول هنالك صوت، وما نذوقه نقول هنالك ذوق طعم معين، وما نشمه نقول هذه رائحة طيبة رائحة كريهة. يمكن هذه كلها موجودات محسوسة بالحواس الخمس. إذن الموجودات المحسوسة سهل طريق إثباتها أن نقول أنها تثبت بالحواس الخمس. لكن هنالك موجودات غائبة، والموجودات الغائبة هنالك ما يمكن التوصل إليه بالمدركات العقلية، وهنالك ما لا يمكن التوصل إليه بالمدركات العقل. وهنا نأتي أن الله غيب. دعونا هنا نقف إلى أن الله غيب. والغيب هنا طبعا لا نستطيع أن نقول الآن أننا نثبته بالحواس، صعب أن تثبته بالحواس، وبالتالي ستلجأ إلى النوع الثاني، وهو الموجودات الغائبة، وهي نوعان: موجودات يمكن للعقل إثباتها، وموجودات لا يمكن للعقل إثباتها. إذن فليس كل مغيب عنا هو مما يستحيل معرفته. إذن من الخطأ أن نقول أن العقل لا علاقة له إلا بالمحسوس. لا، العقل له علاقة بالمحسوس، وله علاقة بالغيب المدرك، يعني هنالك ما هو غيب ولكنه يمكن للعقل أن يدركه، وهنالك غيب ولكن لا يمكن للعقل أن يدركه. وتحصيل العلم بوجوده أو يمتنع إدراكه ووجوده. إذن فليس كل مغيب عنا هو مما يستحيل معرفته وتحصيل العلم بوجوده أو يمتنع إدراك وجوده بالعقل. وعليه فإذا حكم العقل بالإمكان، إذا حكم العقل بأن هذا الشيء ممكن، لأن العقل أنه يحكم إما أن هذا الشيء ممكن
وإما أن هذا الشيء مستحيل. يعني هذا حكم عقلي، يقول لك هذا مستحيل وهذا ممكن. طيب عندما يحكم العقل بأن هذا الشيء ممكن، هنا يبقى لتحويل هذا الممكن إلى دائرة الموجودات وأن يتحقق وجوده، لا بد هنا من علم إضافي بعد أن حكم العقل بإمكانه، واحد من أمرين. مثلا إذا قيل لك بأن والله في المنطقة الفلانية بعيدة عنك 100 كيلو مثلا حصل هنالك حادث مروري وتوفي 10 أشخاص، هذا غيب بالنسبة لك، غيب. أحد أمرين للتحقق من هذا الغيب، أنت طبعا ابتداء تقول هل يمكن أن يقع حادث أو لا يمكن أن يقع حادث. فإن أثبتت أنه يمكن أن يقع هنالك حادث، إذن هذا ممكن. طيب كيف تستطيع أن تتحقق من وجود هذا الحادث؟ بواحد من أمرين، إما بالمشاهدة، أنك تستطيع أن تشاهد ذلك بالذهاب إليه، وأحيانا قد تذهب إلى المكان ولكن تجد السيارة نقلت والناس اللي أصابتهم أيضا حادثة نقلوا إلى المستشفى، ولكن بآثار هذا الحدث تستطيع أن تستدل أنه فعلا كان هنالك حادث مروري. بمعنى تجد مثلا السيارة بقاياها، تجد آثار الدماء، تجد مثلا خروج السيارة من الطريق وأحدثت شرخا، فهذا يسمى الاستدلال على الأقل بالمشاهدة من خلال الآثار. فتستطيع أن تقول حصل حادث مروري بآثار هذا الحادث. النوع الثاني الذي تستطيع أن تثبت به هو أن والله يصل خبر صحيح من خلال قناة فضائية أو من خلال اتصال تلفوني أو بأي وسيلة نقل يقال لك بأن فعلا هنالك حادث مروري. إذن موضوع الغيب العقل يستطيع أن يثبته بوسيلتين، بآثاره أو بثلاث تقريبا، بالمشاهدة وبالآثار وعن طريق الخبر الصحيح. إذا العقل هنا لاحظ كيف استطاع أن يدخل في ملف الغيب من خلال الآثار، الاستدلال بالآثار، لأن المقدمات العقلية ماذا تقول؟ كل حادث له محدث، كل سبب له مسبب، كل مقدمة لها نتيجة. هذه كلها العقل يستطيع من خلال ذلك إذن أن يثبت شيء. مثلا هنالك عدم وفجأة بعد العدم ظهر أن هنالك وجود، العقل يقول هذا الوجود الحادث لا بد له ممن أحدثه، هذا الخلق الذي ظهر لا بد له من خالق، هذه الصنعة التي ظهرت لنا حديثة لا بد لها من صانع، وهكذا يستطيع العقل أن يستدل على المقدمات التي لديه وبالمشاهدة التي يراها وبإدراكه بربط الأسباب بالمسببات والمقدمات بالنتائج يستطيع أن يحكم. الحالة الثانية في تعامل العقل مع الغيب هو أن يأتيه الخبر الصحيح. إذا جاءك مثلا أنت مثلا موجود في قصر جميل جدا، ولكنك لم تمكن من رؤية كل القصر، لكنك دخلت إلى القصر ووجدت أن هذا القصر مرتب وفيه تقريبا كل الأدوات المهيئة من كهرباء، من طرق، من وسائل جميلة ومرتبة، مواقع للجلوس، مواقع للطعام، مواقع للسير، مواقع للاستضافة، مواقع للسكن إلى غير ذلك، قصر متكامل. هنالك أشياء مشاهدة تستدل عليها بالمشاهدة، وهنالك أشياء تستدل عليها بالعقل من خلال ما تراه بأن هنالك شيء ما وراء هذا الشيء المشاهد، لكن أنا عقلا أستطيع أن أثبت بأن والله أرى أشياء معينة فتدلني على ما وراء ذلك من خلال الأشياء المخفية، استطيع بالمشاهدة استطيع على الغيب. ثم أحيانا كل ذلك لا يجدي، ولكن هنالك أمامك شاشة تلفزيون وتنقل لك هذه الشاشة أخبار معينة تحدثك بأن هذا القصر الذي أنت جزءا منه وأنت في الغرفة الرقم مثلا 100 والغرفة رقم 110، ولكن هذا القصر يتكون من 1000 غرفة، وفي هذه الغرف هنالك مجموعة من البشر ومجموعة من الملائكة، وهنالك شيء اسمه جنة وهنالك شيء اسمه نار، ولكن أنت لا يعتريك شك بأن هذه القناة التي تنقل إليك هذه الأخبار قناة صادقة وليست كاذبة. إذن رأيت كيف أن العقل استطاع أن يدرك حالة الغيب استطاع أن يدرك حالة الغيب من خلال ما يشاهده ومن خلال ما يدركه بالاستدلالات العقلية والمقدمات ودلالتها على النتائج وبالآثار ودلالتها على المؤثرات، وهنالك ما يمكن أن يدركه من خلال الأخبار الصادقة. فالعقل هنا إذن يمكن فعلا أن يكون دليلا على ما ذكرنا. نكتفي بهذا ونعود إليكم إن شاء الله بعد قليل، فلا تذهبوا بعيدا.
لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج معا ننهض مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونواصل بإذن الله تعالى حول مسألة الاستدلال العقلي على وجود الله سبحانه وتعالى. وكنا قد تحدثنا عن مسألة الموجودات وكونها موجودات يمكن إثباتها وإدراكها بالحس، وموجودات يمكن إدراكها بالعقل. والمدركات العقلية منها ما هو على الأقل يمكن أن يعني يشاهد، ومنها ما يمكن أن يتم تلقيه بالخبر الصادق. وهذه الحيثية على وجه التحديد الوعي بهذه القضية على وجه التحديد مسألة مهمة جدا، يفتح الباب للعقل للتعرف على وجود الله تعالى من خلال الآثار. يعني ونحن نتكلم عن مسألة الغيب، نعم العقل أحيانا قد يكون له مدخل في الجوانب الغيبية، وقد لا يكون له مدخل في الجوانب الغيبية، فهنالك ما يمكن أن يثبته العقل، وهنالك ما لا يمكن أن يثبته العقل. فما يمكن أن يثبته العقل غالبا هو الاستدلال بالآثار. الآثار تدل على المؤثر، ولذلك يعني ما ذكره ذلك الأعرابي عندما سئل كيف عرفت الله سبحانه وتعالى وكيف عرفت ربك، عرفت ربك. هنا نلاحظ استدل بالآثار، قال الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، ليل داج ونهار ساج، وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا تدل على العليم الخبير. إذن هنا نلاحظ استعمل استدلالا عقليا بالآثار، هذه كلها آثار على وجود الله سبحانه وتعالى. وهنا يشير الإمام الغزالي إلى مسألة مهمة في حصر الموجودات، ويقول الإمام الغزالي، وطبعا الإمام الغزالي من أكثر الذين جادلوا على الأقل في موضوع الاستدلال العقلي على وجود الله سبحانه وتعالى، وقال المحسوسات أو الموجودات هي إما أنها محسوسة بالحواس الخمس، وإما أنها معلومة بالاستدلال ومدركة بالآثار، وإما أنها محسوسة بالحواس الخمس. وفي إطار المدركات بالاستدلال يدخل طبعا العقل هنا الاستدلال بما ليس محسوسا على ما ليس محسوسا. يقول الحواس الخمس نفسها، لو جئنا إلى الحواس الخمس نفسها ستلاحظ أنها هي جزء من المدركات وليس جزء من المحسوسات. وهذه مسألة سبحان الله، كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل الحواس التي يعتمد عليها الآن كثير ممن ينكرون وجوده هي ذاتها ليست بالمعنى المادي، ولكنه معنى مدرك.
معنى مدرك. فمثلا الحواس الخمس تدخل في مسألة المدركات، ويستدل بأنها مدرك، وهي أثر، ندرك آثار الحواس، ولكن الحواس في ذاتها ليست محسوسة. وأيضا هنالك مسألة العلم، مسألة القدرة، مسألة الغضب، مسألة الإرادة، مسألة العشق، هذه كلها قضايا مدركة وليست محسوسة. يعني نلاحظ آثار هذه المسألة. فبالآثار يستدل يتم الاستدلال على العشق بآثاره، وعلى العلم بآثاره، وعلى القدرة بآثارها، وعلى الغضب بآثاره، وهكذا. نلاحظ هذه كلها الآن قضايا مدركة عقلا، ولكنها غير محسوسة ماديا، غير محسوسة ماديا. وبناء على ذلك فإن صلة الموجودات بالمعرفة والإدراك البشري 3 مستويات. هنا نلخص إن شاء الله موضوع المدركات. الإدراك البشري هو 3 مستويات، وهذه مهمة جدا في نظرية المعرفة، مهمة جدا في نظرية المعرفة لمن يهتم على الأقل بقضايا المعارف والعلوم، وما يمكن أن يكون منها حقائق وما ليس منها بحقائق، وما يمكن التوسع فيه وما يمكن التضييق فيه. ثم وأنت تناقش الآخرين أيضا لابد أن تعرف أرضيتهم المعرفية، من أي أرضية معرفية ينطلقون، هل يثبتون دليل العقل أم لا يثبتون، هل يكتفون بالحواس فقط أم لا يكتفون، هل يستدلون على ما بعد الغيب باستدلالات معينة أم لا، وهكذا. وبالتالي نحن الآن نريد أن نضع على الأقل رؤيتنا المعرفية لهذا الموضوع حتى نستطيع الاستدلال عليه. فنلاحظ بأن الإدراك البشري 3 مستويات. الأول هي الموجودات التي يمكن معرفتها بالحس. هنالك قضايا حسية معروفة، وهذه نسميها نحن الحقائق الطبيعية. الحقائق الطبيعية كلها لا يكاد، يعني قد لا يكون بيننا وبين غير المسلمين مشكلة في كل ما هو حسي نستطيع أن نثبته معه. كل القضايا التي يمكن إثباتها بالحواس الخمس هذه قد تكون محل اتفاق. هنالك موجودات يتم الإقرار بها وندركها حسا. هنالك إدراكات عقلية وليست حسية. هنالك إدراكات عقلية وليست حسية، والإدراكات العقلية غالبا فيها الاستدلال بالآثار والاستدلال بالحواس. وغالبا ما يكون أحيانا العقل والحس يشتركان في أيضا إدراك شيء معين أو إخراج معرفة معينة. إذن هنالك موجودات نعتمد فيها على الحس، وهنالك موجودات ندركها بالعقل، وهنالك موجودات غير واقعة تحت دائرة العقل ولا دائرة الحس، لا تقع تحت دائرة العقل ولا دائرة الحس، ولكنها هي حقائق موجودة، وهنا يكون الاستدلال عليها بالسمعيات. وهذا هو مفترق الطرق بيننا وبين غيرنا. نحن مثلا نقول بأن وجود الله سبحانه وتعالى يمكن أن يثبت بالعقل، وجود الله يمكن أن يثبت بالعقل، ولكن أسماء الله وصفات الله جل جلاله وكثير من القضايا المتعلقة بتفاصيل هذا الوجود فإن العقل لا مجال له فيه. لا بد أن يكون هنالك خبرا عن صادق أو خبر مصدق، فهنالك عقل صريح وهنالك دليل صحيح. فما يأتي عبر الوحي الصحيح بالنسبة لنا يدخل تحت دائرة المعارف التي تشكل حقائقنا العلمية. فإذا عندما نتكلم عن الحقائق في التصور الإسلامي ومنها حقيقة وجود الله سبحانه وتعالى، فإننا نستند على 3 أنماط من الإدراكات: الإدراك بالحس، والإدراك بالعقل والآثار، والإدراك بالأخبار الصحيحة. وهنا نحن نسميها الأخبار الصحيحة أو بالنقل، النقل والعقل والواقع. هذه ال3 تقريبا هي التي تشكل الرؤية المعرفية في التصور الإسلامي: حس وعقل ونقل صحيح. وهنا الحس طبعا كل قضايا الواقع تقريبا تندرج تحت هذا الجانب. وموجودات غير واقعة تحت الحس والعقل إلا عن طريق ثالث وهو الخبر الصادق، ويكشف عن وجودها، يعني الخبر الصادق يكشف عن وجود ذلك، فلا يمكن للعلم بها عن طريق العقل أو عن طريق الحس. وبناء على ذلك فقد اصطلح على تسمية هذه ال3 بما يلي: المحسوسات والمعقولات والسمعيات. المحسوسات اللي هي الحواس الخمس، ما يثبت بها يشكل حقائق ويشكل معارف. العقليات وهي إدراكات عقلية أيضا يمكن أن تثبت بها مجموعة من المعارف ومجموعة من الإدراكات.
السمعيات أيضا يمكن أن تثبت بها جملة من القضايا التي لا تثبت بالحس ولا تثبت بالعقل، ولكن يمكن أن تثبت عن طريق السمع والنقل الصحيح. ومعرفة الله سبحانه وتعالى تتعلق بالمرتبة الثانية والمرتبة الثالثة، وهي مرتبة المعارف العقلية والمعارف السمعية، أو الإدراكات العقلية والإدراكات السمعية، ولكنها لا تدخل معنا بطبيعة الحال في المدركات المحسوسة التي يمكن للإنسان أن يستدل بها على الخلق، ولكنه يصعب أن يستدل بها على الخالق جل جلاله. وهنا نلاحظ بأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وابتلاهم سبحانه وتعالى في دوائر الإيمان بما هو عالم غيب وعالم شهادة، وجعل عالم الشهادة دليل على عالم الغيب، وملكهم الله سبحانه وتعالى هذه الملكة العظيمة جدا، وهي ملكة الفطرة وملكة العقل، وجعل ملكة الفطرة هي المكون الحقيقي الدال عليه سبحانه وتعالى، التي يصعب على الإنسان أن يخرج عليها إلا إذا كان ظالما وكان طاغيا، فطغيانه وظلمه يجعله يجحد الحقائق والبديهيات الفطرية. فعندما يتمرد الإنسان على فطرته أو تنتكس فطرته أو تجتاله الشياطين كما جاء في بعض الآثار وتغيبه عن حقيقة الفطرة الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى، فإن العقل يتدخل هنا ليس لتقرير حقائق غير موجودة في الفطرة، لا، ولكنه ليزيل الغبش الذي حصل للفطرة، ويعيد هذه الفطرة بمفهوم الذكرى. في المفهوم القرآن يسميها الذكرى، عن طريق التذكر وإزالة كل ما علق بهذه الفطرة من شوائب وأمور حبست على الفطرة في أن ترى الأمور على ما هي عليه. وهنا طبعا نور الفطرة يدخل عليه نور العقل، ويدخل عليه نور الوحي، ويدخل عليه كل الأدلة الأخرى ما عدا أدلة الفطرة، ويكون نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. ولأن الله سبحانه وتعالى هو نور السماوات والأرض، فإن الفطرة لا تكون في عمى عن رؤية هذا النور وإدراك هذا النور والتعرف على هذا النور إلا إذا كان الظلام دامسا وأظلمت هذه النفس وغشيها غواش الضلال والغواية والبعد عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا نلاحظ بأن التصور الإسلامي لا يعاني من إشكالية التفكيك بين الواقع والمحسوس، وما بين العقل والمدركات العقلية، وما بين الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى. هذه الثلاثية تشكل الرؤية المعرفية لموضوع التصور الإسلامي. فالعقل الصريح والنقل الصحيح والواقع الحقيقي كما هو بعيدا عن الأوهام تشكل عموما الرؤية المعرفية في التصور الإسلامي. ومن هذا المدخل إن شاء الله سنأتي بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقات قادمة عن كيف يستدل العقل عن طريق الخلق، باعتبار أن الخلق أثر من آثار وجود الله سبحانه وتعالى، ودليل عليه كيف يستدل العقل بهذه الحوادث وهذا الخلق على وجود الله سبحانه وتعالى. هذا ما يمكن إن شاء الله أن نتناوله في حلقات قادمة، ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة، ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا. فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة، ولا نزال على